زنجر الدجاج بتتبيلة مميزة وطعم ولا أروع، لازم تجربوها. قبل ما نبدأ خلينا نصلي على الرسول ونقول بسم الله. بالبداية عندي كستان طحين، بابريكا، زنجبيل بودرة، توم بودرة، بصل بودرة، كزبرة، بهار مدخن، فلفل أسود، وأكيد ملح. والتفاصيل كاملة راح أترك لكم إياها بصندوق الوصف. بضيف عليهم كستان ماي ومعلقتين خل، بخلطهم كتير منيح مع بعض. بعد هيك بضيف 2 كيلو صدور دجاج مسحب، بقطعه وبخليه رفيع مثل ما هو مبين بالفيديو. بعصر كمان حبة ليمون عليه، وبتركهم بالتتبيلة أقل إشي ساعتين وممكن ليلة كاملة. أنا تركتهم ليلة كاملة. خليط التغطية عبارة عن 3 كاسات طحين، 3 معالق نشا، معلقة صغيرة بابريكا، ومعلقة صغيرة توم بودرة، ومعلقة صغيرة بصل بودرة، معلقة صغيرة بهار مدخن، ومعلقة صغيرة ملح. والبيكنج باودر بنحطه بالآخر بس وقت ما نيجي نقلي. باخد ملعقة من مية التتبيلة بحطها على طحين، بحركها معاه كويس، بتساعد على انه تعطي قرمش على وجه قطع الدجاج. بعد هيك باخد قطع الدجاج وبحطها بالطحين وبضغط عليها مثل ما هو موضح بالفيديو، بمسكها من الطرف وبتك الطحين اللي زيادة. بعمل قطعتين أو 3 عقد القلي، ما بعمل كمية وبتركها على جنب. بالوقت هذا بكون حطيت الزيت على النار. بخلي الزيت ساخن بس ما بكون كتير بغلي. بحط 3 قطع وبتركها تستوي، بتحتاج تقريبا 3 دقايق على كل جهة. بعد هيك بطلعهم بمصفاية أو فاي مطبخ حتى يتصفى الزيت الزيادة. بكمل الكمية المتبقية. وهي النتيجة كتير مقرمش من برا وطرية من جوا، وهي شكلها من جوا. بالنسبة لطريقة التقديم، في جزء حشيته بسندويشات مع خس ومتومة وبطاطا. طريقة المتومة موجودة في صندوق الوصف، وكمان عملت باربيكيو صوص، برضو الطريقة موجودة في صندوق الوصف. وأكيد قدمت معها لبن شنينة، وفيكم كمان تقدموها مع بعض بصينية، الدجاج مع البطاطا مع الخس مع المتومة مع الباربيكيو صوص. وإذا كنت أول مرة تشوف قناتي لا تنسى تدعمني وتعمل إعجاب وتفعل الجرس حتى يوصلك كل جديد. شكرا لحسن المتابعة. كانت معكم خلود رياضي من قناة مطبخ خلود لأطيب الأكلات. سلام.